اهلا وسهلا بكم يا بنات، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ياسمين علي من قناه حكايه الياسمين. النهارده ان شاء الله يا حبايبي هنعمل غرزه اسمها الصدفه المصمطه. هي بتتكون او بنبتدي نعملها من مضاعفات عدد الرقم 6. يعني ممكن نعملها من 12، من 18، 24، على حسب. بنضاعف الرقم 6 على حسب برضو الحاجة اللي احنا هنعملها. يعني مثلا على حسب المقاس اللي احنا هنعمله للقطعة اللي هنشتغلها. فهنبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ نعمل ايه؟ 18 غرزة. دي كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. دول كده 18 ايه غرزة، وهنزود عليهم بقى غرزتين. تمام. هنفوت اول غرزة وهندخل في التانية ونعمل غرزة حشو. تمام. بعد كده هنبتدي نفوت غرزتين ونيجي في الغرزة التالتة نعمل 5 عمود بلفة. دي كده 1 2 3 4 5. تمام. بعد كده هنفوت غرزتين وندخل في التالتة نعمل غرزة حشو. كده اتكون معانا اول صدفة. تمام. بعد كده هنفوت غرزتين وندخل في التالتة نعمل برضو 5 عمود بلفة. دي كده 1 2 3 4 5. تمام. نفوت برضو ادي غرزة 2 وندخل في التالتة ونعمل غرزة حشو. نكرر نفس الايه موضوع. هنفوت غرزة 2 وندخل في التالتة ونعمل 5 عمود بلفة. دي كده 1 2 3 4 5. بعد كده هنبص هنلاقي في الصف بتاعنا فاضل بس 3 غرز، بقيت الغرز اللي احنا كنا عاملينها في الاول. تمام. هنفوت برضو غرزتين ونيجي عند اخر غرزة نعمل ايه؟ نعمل غرزة حشو. طيب انا في المرحلة دي ممكن اكمل عادي بالخيط اللي انا شغالة بيه، بس انا حابة اوضح لكم الغرزة اكتر. وبعدين انا بحب بصراحة الغرزة دي ادخل فيها اعمل لها زي تدرج بالالوان كده عشان توضح اكتر، وبيكون بصراحة شكلها اشيك. فانا هدخل لون تاني وليكن مثلا اللون البينك ده. تمام. هنبتدي ندخل الخيط نسحبه كده. تمام. بعد كده هبتدي ارتفع 3 سلسلة. تمام. ولف الشغل كده. بعدين هنلاقي عندنا هنا غرزة ايه؟ غرزة الحشو اللي احنا لسه اصلا عاملينها في اخر الصف. تمام. هنلف الشغل كده فهنلاقيها ايه؟ هنلاقيها هنا. هنبتدي نعمل زي نص صدفة. هنعتبر ان ال3 غرز سلسلة السلاسل دول بمثابة عمود، وبعد كده هندخل في غرزة الحشو نعمل كمان 2 عمود بلف. ادي 1 ادي 2.
يبقى احنا هنا كده يا بنات يعتبر عملنا نص ايه، نص صدفة. تمام. وهنكمل برضو بنفس الطريقة اللي احنا ايه عملنا بدأنا بيها. هنفوت برضو غرزتين وندخل في التالتة نعمل غرزة ايه، غرزة حشو. تمام. هي بيبقى شكلها تحفة على فكرة، دي من ضمن الغرز اللي انا بحبها جدا. بعد كده هنفوت برضو غرزتين وهندخل في الغرزة التالتة نعمل 5 عمود بلفة. 1 2. لا مش عاجباني الغرزة دي. لو نلاحظ الاول الغرزة اللي احنا هندخل فيها هي غرزة الحشو اللي احنا بنعملها في النص عشان ما نتلخبطش. يبقى دي كده بقية الصدفة، الغرزتين اللي هيتفضلوا دول اللي احنا هنسيبهم هم دول بقية الصدفة الأخيرة. وبعد كده الغرزة اللي في النص اللي هندخل فيها هي غرزة أصلا الحشو اللي في الصف الأولاني. هنبتدي نعمل فيها 5 عمود بلفة. 2 3 4 5. تمام. بعد كده برضو هنفوت غرزتين وهندخل في الغرزة التالتة ونعمل ايه برضو غرزة حشو. تمام. بصوا المنظر، اي لونين بقى هيبقوا ماشيين مع بعض وهيكونوا متناسقين مع بعض ولايقين مع بعض هتبقى تحفة في اي حاجة، كوفية بقى، ايس كاب، شال، سكارف، اي حاجة. هنبتدي برضو نفوت غرزتين وندخل برضو في الغرزة التالتة نعمل ايه، نعمل 5 عمود بلفة. 1 2 3 4 5. تمام. بعد كده نفوت غرزتين وندخل في التالتة نعمل غرزة حشو. تمام. عشان نكمل الصدفة الأولى هنعمل ايه بقى؟ لو احنا شغالين داير ما يدور كده مثلا عفوا، احنا عندنا هنا في الصف اللي احنا خلصناه عملنا ايه، عملنا 3 غرزة سلسلة. تمام اهو. هنعمل ايه، هنبتدي نعد 1 2 ونخش في التالتة. تمام. وهنا هنعمل غرزتين عمود بلفة. 1 2. تمام اهو بالشكل ده كده. ودي كده يا بنات هتبقى غرزة الصدفة المصمطة. وطبعا هنيجي بقى في الصف اللي بعده حابين برضو نبدل اللون تمام، مش حابين هنكمل، يعني دي اذواق وبراحتكم. انا كنت عملت منها شنطة كانت شكلها تحفة جدا، كان برضو صف وصف كده. هي بتبقى غلبة شوية في تغيير الالوان بس في النهاية الشكل بيبقى جميل جدا. ودي طبعا زي ما انا ما قلت ممكن نستخدمها في الكوفيات، الايس كابات، البلوهات مثلا، ممكن سويت شيرت، ممكن في اي حاجة بقى تحبوها تكون عايزينها حاجة تقيلة. هي بتنفع قوي في الغرز الشتوية، في اللبس الشتوي بتبقى جميلة قوي. فيا رب يكون الشرح بسيط وواضح ويكون الفيديو عجبكم. وطبعا لو في اي سؤال او اي استفسار سيبولي سؤالكم ان شاء الله باذن الله هرد عليه. بالتوفيق يا رب لكل اللي بيتعلم. ما تنسوش طبعا يا بنات تعملوا اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا بالقناة وعشان يوصلكم كل جديد. كانت معكم ياسمين علي من قناة حكايات الياسمين.